مساء شريف. الفيديو ده مهم لكل أسرة بتحاول إن هي تعدي حواجز وأزمات وعواصف علشان تنجو من اللي حوالينا وتفضل مكملة لحد يعني ما كل واحد فيهم تستلم وديعته. الفيديو ده خاص بأزمة بتتكرر شبه يوميا، وهي العنف الأسري اللي كانت أحد ضحاياه الفترة الأخيرة مدام منال نجيب من بني سويف. كتير طبعا تابع القضية ديت، وإن هي بقى لها حوالي أسبوعين. هي القضية الحقيقة بقى لها أكتر من 5 شهور، لكن من أسبوعين تم تفجير القضية على السوشيال ميديا بعد حكم المحكمة ب7 سنين فقط للزوج قاتل زوجته عمدا بعد أن قام بتعذيبها والإساءة ليها وإهانتها على مدار 20 سنة. طبعا الصور اللي بعضها اتنشر على الفيسبوك او بعضها اتبعت لي مع تقرير الطب الشرعي، ما اقدرش ان انا انزلها، مش بس عشان رولز الفيسبوك ان هي تمنع حاجات زي كده، لكن علشان قساوة وبشاعة الصور ديت. لكن تعالوا نقرا ما بين السطور في الازمة ديت. بعد ما تواصلنا مع مريم بنتها، وهي كمان طلعت في فيديوهات قالت بعض الحقائق وصدمت البنات، ال3 بنات والولد، الحكم اللي صدر ضد الأب ب7 سنين فقط بعد العمد في القتل والتعذيب المسبق، وتعذيب غير بشري، يعني غير آدمي. تعالوا نقرأ ما بين السطور. فكرة الجواز في حد ذاتها أمر مصيري. يعني مش فكرة ان انت لقيت واحدة شكلها حلو او لقيت واحد فلوسه كتير تتجوزه، مقتدر يعني زي ما بيقولوا. لا، الموضوع سيكولوجيا اهم من ماديا او اجتماعيا. يعني اختيار شخصية كشريكة للحياة سواء من ناحية الرجل او الست لازم يكون شخص سوي، شخص عقلاني، شخص بيفكر، متربي، بيحسبها وبيدرسها بالعقل وبالمنطق. اللي بيغلف هذه السلوكيات او هذه الصفات هو الضمير، يكون عنده ضمير. ابعاد بقى تانية مادية، وان الاسر تبدا تجوز بناتها على اساس ان هو معاه شقه وشغال شغلانه كويسه مش عارف ايه. ارجوكم مش هو ده الاولويه ولا حتى الترتيبات اللي بعديها. ده يعتبر اخر المطالب اللي ممكن تطلبها اسره في زوج بنتهم. ومن ناحيه تانية برضو اهل الراجل لما بيساعدوا في اختيار الزوجه مش لازم تبقى على مستوى جمالي معين او مستوى ثقافي معين او مستوى اجتماعي معين. لا، المستوى الاخلاقي والسلوكي والسويه النفسيه صدقوني اهم بكتير جدا. لان بيبقى حسبة اي حد عايز يتجوز ان هو يخلف اولاد. طب الاولاد دول لازم يطلعوا اسوياء. هيطلعوا اسوياء منين اذا كان الجدر او الاصل غير سوي؟ يعني انتوا عايزين تقنعوني مثلا ان الاب ده قعد لمدة 20 سنة يعذب الام ويهينها ويضربها وهم اولادها شاهدين على ده، وفي الاخر يطلع عمدا فوق السطح وهي كانت بتربي حيوانات يقتلها بعد تعذيب بدون سبب؟ هل ده شخص سوي؟ مستحيل. خلونا نتكلم بالعقل. من الافضل اختيار الاشخاص على اساس نفسيتهم وعقلانيتهم وتربيتهم واصولهم وضميرهم عن اي امور تانية ممكن تتغير. الماديات بتتغير، الاجتماعيات بتتغير، التعليم بيتغير. ما في ناس بتتعلم تعليم متوسط وتيجي بعد كده تعمل تعليم مفتوح ودراسات عليا وياخدوا كمان دكتوراه لو عايزين. في بياخدوهم فقراء وربنا بيغنيهم زي ما بيقول المثل. لكن اللي مش متربي مش هتعرفوا تربوه، اللي مش سوي مش هتعرفوا تخليه سوي، المؤذي مش هتعرفوا تخليه مش مؤذي. يعني الحاجات اللي هي الاصيل اللي مش اصيل مش هتعرفوا تخلوه اصيل. الحاجات الاساسيه هي دي اللي نبص عليها في الارتباط وفي الجواز، والا هنصبح كل يوم على نفس الازمه مره واثنين وثلاثه. والضحايا مش بس الام اللي راحت السما ديت، الاولاد. احكوا لي دلوقتي على اولاد الست منال.
هيعيشوا حياتهم ازاي؟ في السماء واب في السجن، حتى وهم بيطالبوا ان هو يتم تغليظ العقوبه عليه، يعني هم عايزين يقعد مده اطول، وبالتالي مين اللي هيراعي؟ مين اللي هيصرف؟ كتر خير الدنيا ان هم ليهم خاله ربنا مدي في قلبها رحمه، لكن الى متى؟ ما هي برضو مش امهم. ف هيبقى مصيرهم ايه الاربع اطفال؟ فما تجنوش ثمار فاسده، علشان اللي هياكل الثمار دي بعد كده هيموت، حتى لو هيموت بالروح مش لازم بالجسد. الكنيسة بتعمل تأهيل للمتزوجين وكورسات و... 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 وبتهتم بالأمر ده، بس احنا برضو اللي ما بنهتمش. هي كنيسة موفرة ده، بس احنا لما بنروحش وما بنحضرش وفي ناس بتعتبر ان كورسات المقبلين على الزواج ديت اللي هي بقت شرط من شروط الارتباط في مصر دلوقتي امر روتيني او تراديشنال، لازم ان احنا نوفيه حتى لو بالكوسه، ونقول اللي احنا حضرنا ونمضي ونعمل حاجات غريبه. اهلوا نفسكم، لانكم انتوا تكوين اسره مترتب عليه مصيركم، مصير اطفالكم واحفادكم. الامر مش متوقف على فكره ان هو مقتدر او هي بتعرف تطبخ هيتبني بيت. بالعكس، هيتهدم من اول موجه، من اول عاصفه يقابلوها. نسبه الطلاقات والانفصال اللي موجوده سواء في مصر او في الخارج للجاليه بتاعتنا رهيبه رهيبه. ده نابع من ايه؟ انهم ما كانوش يعرفوا بعض قبل الجواز، ان حد فيهم اتغير، ان ظروف الحياه اجبرتهم، ان استحاله العشره. مين الطرف المذنب ومين الطرف المعتدى عليه؟ هتلاقوا في الاخر ان في حد من الطرفين كان غير سوي، كان غير متربي، كان غير اصيل، كان غير ضمير. عشان كده انا بعتبر ان الارتباط ده اخطر قرار ممكن ياخده الانسان في حياته، وبنلتمس رحمة ربنا ونعمته في المساعدة للاختيار، لان الاعتماد على مهاراتنا واعتماد على قدرتنا والاعتماد على شطارتنا تبقى نتيجة صفر. ربنا يعفي الجميع من اللي حصل لمدام منال وأولادها. ربنا يعفي الجميع من المشاكل والخناقات والشيطان اللي بيخش في الأسر. ربنا يعفي الجميع من كل روح شيطانية بتسكن في بعض القلوب لإفساد ما جمعه الله. ربنا يرحم كل نفس تجرعت ألم ووجع وهي نفس صغيرة لسه طفلة، جراء قرارات أو مواقف خدها أحد أو كلا الوالدين. ربنا يقوي ويسند كل أسرة تسعى إن هي توصل لميناء الخلاص. ربنا يكون معكم.